كلام فارغ. امريكا الان تقسم العراق بين شيعه وسنه. امريكا اذا كانت تأيد الكراد، ليش ما تأيد الكراد اللي ينذبحوا في تركيا؟ هذا النفاق الامريكي يحتاج الى عالم من الاطفال حتى يصدقه. يتم ذبح الكراد في تركيا وتؤيدهم امريكا، تؤيد الذبح، وبتحمي العراق، بتحمي الكراد في شمال العراق وتقول يجب حمايتهم. يعني كيف الكردي هو كردي؟ لكن هو الهدف هو تمزيق العراق وتحطيم الامه العربيه وتحطيم شرفها وارهاب الامه العربيه. ولكن الاخ القائد كنت يعني او طالبت قيل ان او نقل عن انك قلت انك تريد يعني دوله مستقله لاكراد العراق بالشمال. مش اكراد العراق، الامه الكرديه لها الحق في الوحده والاستقلال، اللي في البلاد العربيه واللي في البلاد التركيه ان يكون لها دوله خاصه الايرانيه. نعم. الا يعني ذلك تمزيق تركيا، سوريا، ايران؟ ليش تمزيق؟ العراق. يا اخي العرب لما كنا مع كل واحد محتل جزء من الوطن العربي، ليش احنا توحدنا العرب وقلنا لازم مش كنا تبع العثمانيه؟ معناها ما لناش حق في الاستقلال. اذا واحد جاي مزق تركيا وخذ كل واحد، اوروبا اخذت جهه واسيا جهه وافريقيا جهه، يعني نقولوا تركيا ما لهاش حق في الوحده؟ دكتور محمد سيد سعيد من